السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة هنعمل ازاي نعمل اسورة مطاط مميزة جدا. يعني معرفش اذا كان في حد فيكم يعرفها، ولكن انا هعلمكم ازاي تعملوها الاول. ويلا تعالوا نبدأ. هتلاقوا ان انا حاطة الوان مختلفة، وهتبقى 3 مطاطات، يعني في كل خانة 3 بس. كل خانة 3 بس، 3. كل خانة المفروض ان يبقى طبعا الوان مختلفة، ولكن انا ما عنديش الوان كتير، انا عندي بس 8 الوان، فانا كترتهم بنفس اللون في الاخر خالص. والادوات معانا هنحتاج الاداة دي، او لو حد معاه آلة مفيش مشكلة جدا. انا استعملت دي لان انا ما عنديش. فاكرين في فيديو يعني شورتس انا عملته من سنة تقريبا، استخدمت فيه القلم الماركر. انا استخدمت فيه دي لان طبعا القلم الماركر بتاعي انا مش لاقيه لحد دلوقتي والله. فانا استعملت اللي هو روج فاضي عندي. فانا رحت جايبه القلمين ولزقتهم بالشكل ده. يعني ملكش دعوه بالطول، يعني المهم يبقى عندكم اداه تقدروا تستعملوها. وعندنا اداه اللي هي كروشيه بلاستيك، او لو عندكم اللي هي الحديد مفيش مشكله. انا عندي الاتنين، بس انا يعني قلت ان انا استعمل دي قدامكم علشان تعرفوا ان دي عادي جدا انتوا تستعملوها. وعندنا الالوان دي مثلا الاحمر، طبعا انتوا تقدروا انتوا تستخدموا اي لون عادي جدا، ده حسب اذواقكم. ودي الالوان اللي هي متوفره عندي، مش مهم، المهم ان انا اعلمكم الطريقه الصح. دي الالوان اللي عندي احمر. الالوان دي. واللون الاساسي عندنا اللون الابيض. الابيض ده اللي هنستعمله في الشغل كله. تمام. اول خطوه عندنا هنجيبها كده، وهنجيب لون ابيض بالشكل ده. هنحطه، بس هنخليه بعلامة اكس، اللي هي كده، كده اهو. تمام. وهنروح جايبين هنجيب اللون الاحمر 3 مطاطات بالظبط، 3 احفظوا كويس قوي العدد. نحطه على الناحية دي او على الناحية التانية عادي جدا، بس عشان انا عندي القلم طويل فانا هحطهم على الناحية دي. وهنروح جايبين مطاطة تانية بيضة ونحطها بشكل عادي جدا، كده اهو. نحطها كده. وجي دور الكروشيه. هنروح عاملين ايه بقى؟ هنروح شادين دي كده، ماسكينها كويس يعني، وهنروح جايبين المطاطة البيضة الاولانية اللي احنا حاطينها ونلفها كده اهو. تمام. وهنا برضه نفس الكلام. هيظهر لنا الشكل ده بالظبط. تمام. ايه الخطوة التانية؟ هنحط اللون اللي بعده 3 مطاطات لون بنفسجي، او لو انتوا عايزين اي الوان تانية مفيش مشكلة. وهنحط لون ابيض بردك نفس يعني بطريقة عادية جدا بالشكل ده. وهنروح واخدين البيضة اللي تحت اللي احنا حطيناها، وهنشدها بالشكل ده. تمام. دي بقى الخطوة المهمة، اهم خطوة عندنا. لما يبقى عندنا 6 مطاطات، طبعا كل 3 فيهم الوان مختلف، لونين مختلف يعني. هنروح واخدين التحتاني، اللون التحتاني اللي هو ال3 مطاطات باللون التحتاني، هنروح حاطينهم، هنشدهم يعني، هنخليهم يعني من ضمن العملية. شد كده عشان تتظبط شوية كده اهو. هيتفضل لنا 3 مطاطات، نسيبهم لحد ما نيجي عندهم تاني. وهنرجع تاني، لا مش باللون الابيض، سوري، لونين تانيين. انا عندي لون ازرق هحطه 3 مطاطات، ومتنسوش الاعداد يا جماعة عشان متتلخبطوش. وهنحط مطاطة بيضة بشكل عادي جدا، بشكل عادي جدا. هنزق البيضة اللي هي تحت خالص دي الاخرانية، وهنحطها كده اهي، سهلة جدا. والناحية التانية برضو نفس الكلام. رجعت لنا ال6 مطاطات. فاكرين هنعمل ايه؟ هنشد ال3 التحتانيين ايا كان اللون بقى،
وهنحطهم، هنخليهم قدامنا العملية. هنستمر في الطريقة دي لحد ما نوصل للحجم اللي انتوا عايزينه بقى. يعني انا مش هطول عليكم الفيديو قوي، ولكن انتوا عرفتوا الطريقة ازاي هنعملها، بس انا هأكد لكم الموضوع وهنعمل لكم مرة كمان. هنحط اللون الاسود او اي لون انتوا تحبوه، 3 مطاطات بالشكل ده، وهنحط واحدة بيضة، واحدة بيضة بشكل عادي جدا، مش 8 ولا اي حاجة. تمام. هنعمل ايه؟ هنروح واخدين المطاطة البيضة اللي هي تحت مش اللي فوق، وهنرجعها لفوق تاني اهي، سهلة جدا. رجعت لنا حتة ال6 مطاطات تاني. فكده هنعمل ايه؟ هنروح واخدين ال3 التحتانيين، التحتانيين مش الفوقيين يا جماعة، الفوقيين بالشكل ده اهي. شوفوا بدأت تتشكل عندنا يا جماعة، شوفوا شكلها حلو قوي. طبعا لما تخلصوها يعني ايه الملامح هتبان. هنأكد تاني، هنحط 3 خضر. اختلاف الالوان يا جماعة مهم جدا، يعني حاولوا على قد ما تقدروا تبقى الالوان مختلفة علشان الشكل يبان. ولكن لو ما كانش هيبقى زي بعضه، لو ما كانوش هيبقوا زي بعض يبقى بالترتيب. يعني مثلا يعني اصفر احمر اخضر، اصفر احمر اخضر، اصفر احمر اخضر بالشكل ده، ما يبقاش كلهم تحت بعضه شكل. ساعتها الاسوره مش هتبقى باينه قوي، التفاصيل مش هتبقى باينه. فعشان كده انا بنصحكم جدا تبقى الالوان زي بعض، قصدي مختلفه. هنضيف واحده بيضه شكل عادي جدا برضو كده اهو. وهنروح واخدين البيضه اللي من تحت. مهم جدا نحفظ الترتيب عشان نعرف نعمل الاسوره اهي. رجعت لنا ال6 اللي من تحت، هنطلعهم تبقى بالشكل ده. تمام اهي. بصوا شكلها بيبان جدا، يعني شوفوا شكلها حلو قوي. هسيبكم بقى اكملها وهرجع لكم تاني. هو ادي رجعنا، ده الشكل النهائي بتاعها، حلو قوي. تمام. كده تسألوني ازاي نقفلها. تمام اكيد يعني واحنا شغالين كده لما بيبقى فيه واحدة قبل ما هنزود 3 تانيين، لو انتوا عايزين تقفوا كده مفيش داعي جدا ان انتوا تشيلوا وكده، لا انتوا ممكن تعملوا كده. بصوا كده انتوا نهيت، يعني انهيتوا الشغل ده، يبقى الشكل النهائي. عايزين تقفلوها بقى، هتروحوا واخدين كده، واخدين حتة الناحية دي تحطوها هنا. وانا شايفة ان نفس الطريقة، نفس طريقة القفل، يعني زي اي طريقة السوارة انا شفتها في حياتي. يعني الطريقة دي المفروض تتحفظ معانا، دي هتمشوا بيها بعد كده اهي. طبعا هو انا ايديا يعتبر رفيعة شوية، فده الحجم المناسب يعني. طبعا لو انتوا ايديكوا يعني تخينة او كده، يعني طبعا انتوا تقدروا انتوا تطولوها قد ما انتوا تقدروا، ولكن اهم حاجة تبقى يبقى شكل المطاط مختلف، قصدي يعني الالوان تبقى مختلفة بس. وهتلاقوا الطريقة سهلة جدا. فهنروح ماسكين الحتة دي. طبعا انا نسيت اقول لكم ان لازم يبقى معانا القفل اللي هو على شكل اس ده، هروح اجيبه وهجيه تاني، اللي هو ده الاس دوت. معروف جدا ان احنا هنركبه بالشكل ده. ثواني انا مركبه مقلوب كده اهو. وهنجيب الناحية التانية اللي هي دي، الابيض اللي هو الاخراني ده، هنشده كده برضه نفس الطريقة هنركبه فيها كده اهو بس اهي. الاسوارة انتهت بشكل تحفة جدا، يعني حلوة قوي للاطفال. يعني هي طبعا ما تبقاش ليا انا لان انا كبيرة شوية، لكن الاطفال يقدروا ان هما يلبسوها ويستمتعوا بيها قد ما هما عايزين. طبعا الحلو في كده ان هي مطاطة، فهيتناسب اي احجام، اي حجم ايد تقدروا ان انتوا تلبسوها عادي جدا. انا نفسي ممكن البسها، يعني شايفه ان هي ضيقه شويه، بس هي يعني ممكن تتلبس عادي جدا.
طبعا ما تنسوش الاشتراك في القناة لو انتوا شفتوا الفيديو، لو عجبكم الفيديو برضو تفعلوا تحطوا لايك قصدي، وتفعلوا زر الجرس لو انتوا عايزين كل جديد. وباي.